دونك انا من الناس اللي الخطاب نعتبره معناها ان مومون هيستوريك، شو نقولها بالفرنساويه خاطر الفرنساويه تعبر بدا، سي ان مومون هيستوريك. انا اليوم جي في كونفيونس بن علي، جو فو دي، جو لو دي ديفون تو المون. احنا في حاله التسديد وحلفائنا في تحالف المواصله والمساواه راوا في هذا الخطاب لرئيس الدوله بدايه للخروج من الازمه. انا اليوم الصباح كلمته. ايه امس كلمته قلت له يا فخامه الرئيس الله يرضى عليك، الله يوفقك. نحن هذه مرحله حاسمه جدا. وانت الان لان الرئيس كان انا كتقدير اقول لك الصراحه رمز الشرعيه وهو رمز العقد هذا نتاع البلاد عشان الامن البلاد ما تنفرط. ما تنعم به بلادنا اليوم من رقي واستقرار وما تحققه من انجازات في مختلف الميادين يعد شهاده حيه على ما تتحلون به من حكمه وبعد نظر في دفع مسيره التنميه والسمو بتونس الى اعلى مراتب التقدم. دخلت نهار 15 ولا نهار 12 ساعه؟ 15 شنو 12؟ معلش يا اخي اعلن على حكومه الوحده الوطنيه نهار 12 ولا واستقبلك سي محمد غنوجي وبن علي مازال رئيس جمهوريه. استقبلني سي الغنوشي اظن يوم 13 مش باش يعرض علي حكومه وطنيه، كان فقط في اطار واتصل بمختلف رؤساء الاحزاب وتنجم تثبت عندهم فقط باش يعلن شنو هي الاصلاحات اللي ناويين يدخلوها. ثم تصريحات موثقه استاذ. وانا تاع نهار 13 انا ما على حكومه وحده وطنيه. بن علي هز التليفون يكلم كمال مرجان يقول له شنو توا هذوما معايا في حكومه وحده وطنيه، يقول له ايه هذا ما تم الاتفاق عليه مع سي محمد. المجال مفتوح لكل الاحزاب لتكون لها تاثيراتها، لنستغل الكل في الميدان امام الشعب التونسي، وبعد 6 اشهر الشعب التونسي في امان وسلام وفي حياه مدنيه لا عسكريه يختار من يمثله ومن يحكمه. ايها السياسيون ماذا تريدون لتونس دون او غير هذا؟ اتريدون ان تسلموا الحكم للعسكريين؟ من باب المستحيل أن ما تراكم من مشاكل على مد عقدين أو أكثر أن يطرح دفعة واحدة على الطاولة وأن يحل دفعة واحدة، وكأني بالمواطن يشعر بأن قضيته هي القضية المركزية ودونها قضية ثانوية. إذا كان كل مواطن يشعر بهذا الشعور ويتجمهرون بالمئات وتتخذ أحيانا احتجاجاتهم مظهر العنف، أحيانا تتعطل دواليب الحياة. يطالب بإسقاط الحكومة. أقول إلى ماذا يريد أن يأخذ البلاد؟ إلى فوضى؟ إلى المجهول؟ إلى حكومة وحدة وطنية؟ قالوا لنا شهرين قبل الانتخابات. ايش معناه؟ معناه يلزمني نكون في الحكومة والا انا راني ما نقبلش الاستقرار لتونس. لا اعتقد ان هذا منطق باهي لتونس وباهي لثوره تونس وباهي لشباب تونس اللي نتفهم. اي فعلا نتفهم سي محسن انه يطالب بالمطالب نتاعو ويكون محتقل، ولكن لا اعتقد انه شباب تونس يريد للثوره ان تجهض ويريد للفوضى. قلت لك اخدم وازرب معايا، انا نزرب وانت يزرب، خذ تفضل. سلطه شرعيه، ناس ياخذوا مقاعد في المجلس التأسيسي تسمح ويتسلموا الإدارات ويتسلموا المهام ويتسلموا الوزراء. تركة اللي لقيناها تركة صعيبة، تركة صعيبة، ونأكد لكم تو تشوفوا المستقبل. أنا حتى 10 سنين ما نوصلوش باش نوصلوها. احنا جينا لقينا عندنا 700,000 بطل بما فيهم وقت جينا فيهم 170,000 حاملين شهادة. نلقاو النمو تاع تونس اللي هو يمكننا من التشغيل يعني صفر، تبين بعد الحسابات ولا أقل 3. ايش يعني؟ يعني النمو تاعنا ما ينجمش يعملنا يوم واحد شغل. الكويت ومن المانيا ومش عارف وين تحوسوا، جيبوا لنا تقرير مفصل على السيارات. خرجنا من سلسله ريستوران يبدا محلول ال11 مشينا نلقوه مسكر. من حقي نتكلم تو. انا نحتج على كلمتك انه لابد من الاحترام. انا احترم المجلس، انت ما تحترموش. ما يصيش انا ذاك صدره ينجم يطلع. غدا ترى مشيت للحمام سيد الرئيس، انا مشيت محوس. انتم ما تحبوش حوار. لا
فرصة التواصل انتم رفضتوها لانكم تحبوا الاعلام وتحبوا في توزيع الاوقات. السيد الرئيس المفضل، احنا الكتله بتاعنا اتفقنا معاه اللي عندها 40 دقيقه وانا عندي الحق شكرا. السيد فتحي العيادي. ايش كان موقفهم؟ هرولوا الى هذه الحكومات ووقفوا مع هذه الحكومات السابقه. نحب نقول انه نحن امام محطه مهمه. اسمعني عاد، اسمعني سمعناك، اسمعني. افتتاح المجلس مشهد اللي كان اكبر سن ما كانش اكثر عقل فينا، دونك ماذا بيا اصغر سن. نداء الوطن يجمع بين السياسه والنضال والفرد، وبالطبيعه ما تنجمش تغيب عليه خوله الرشيدي اللي رفعت رايه البلاد. على ضروره برنامج ايقاف عاجل ويدعو الى حكومه كفاءات وطنيه. المحطة مش كلام ولا حلم في المنام، المحطة إرادة شعب وعزيمة وإيمان. المحطة مش كلام ولا حلم في المنام، المحطة إرادة شعب وعزيمة وإيمان. تشتمني وتهمني، شتمتك بتقويني، واعمل ما بدالك عن هدفي ما تبعد عيني. تشتمني وتهمني، شتمتك بتقويني، واعمل ما بدالك عن هدفي ما تبعد عيني. عيش وحرية، عدالة اجتماعية، شعار ثورة يناير هيكمل بيك وليا. مشاريع مبنية صناعية وسياحية وسكنية الكبرى أطرحها ضيف تونس في لقائه مع السيد رياض الطيب وزير الاستثمارات والتعاون الدولي. وقد أكد الطرف القطري نادرة إطار جربة جرجيس الدولي عادت الحركة في الآونة الأخيرة كثيفة نهاية كل أسبوع وبدايته بتعدد رحلات آلاف السياح القادمين والمغادرين. عايزين نعيش في أمان، حرية وسلام، عايزين نخلي بلدنا جنة ولا في الأحلام. قانون على الكل ماشي، لا يفرق ولا يحابي، قدامنا وانت واحد ولا يوم أبدا نطاطي. شعبنا اختارنا باش نحميه ونحمي مستقبله وندافع نحقق طموحاته ومبادئه. قدامنا وانت واحد ولا يوم أبدا نطاطي. عايزين نعيش أحرار ونكمل المشوار، منطقتنا دي طريقنا ولا غيرها يوم نختار. عايزين نعيش أحرار ونكمل المشوار، منطقتنا دي طريقنا ولا غيرها يوم نختار.